حكايتنا بتبدأ مع ساحرة في مركب في وسط البحر ومعاها ابنها الرضيع، وبيبقى البحر هايج وبيتسبب الموج العالي في إنها تقع في البحر وبتتخبط راسها في صخرة وبتفقد الوعي. ولما بتفوق بتلاقي ابنها واقع على الشط وبيعيط، ولما بتجري عليه وبتاخده في حضنها بتلاقيه بعين واحدة، وبنعرف إن جده هو اللي أخد عينه التانية. وبيعدي وقت وبيكبر كوبو وبيبقى هو اللي بيراعي مامته، وده بعد ما اتصابت بالاكتئاب بسبب موت باباه. وبنشوف كوبو وهو بيقدم عرض باستخدام الموسيقى والأوراق السحرية في ساحة المدينة، لكن بمجرد ما بيجي الغروب كان كوبو بيجري جري على البيت وبيفضل يتكلم مع مامته واللي بتحكي له قد إيه هانز وبابا كان مقاتل شجاع. وبنعرف إن أبوها واللي هو نفسه ملك القمر هو وإخواتها هما اللي قتلوا هانزو، وبتحذره مامته ما يقربش ناحية مملكة القمر مهما يحصل، وبتقوله يفضل لابس لبس باباه لأنه هيحميه وكمان يحافظ على الدمية الخشبية اللي هي عطياها له، واللي بالمناسبة بتكون على شكل قردة. وبتنبه عليه مامته ما يتأخرش بره البيت بعد وقت الغروب مهما حصل. وتاني يوم بيروح كوبل ساحة المدينة وبيتكلم مع ست عجوزة واللي بتحكي له عن مهرجان الموتى واللي هيتعمل بالليل، وإن من خلال طقوس روحانية معينة هما بيعملوها بيقدروا يتواصلوا مع أرواح كل الناس اللي بيحبوهم. وبيروح كوبو لقبر باباه وبيفضل يتكلم معاه على أمل إنه يرد عليه، لكن مش بيحصل. وبيحبط كوبو وبيفضل قدام القبر وهو مش حاسس بالوقت لغاية ما بيعدي الغروب والدنيا بتليل. وبتظهر من وراه واحدة ملامحها مش واضحة وبتسأله هو إيه اللي حصل لعينه، فبيسألها كوبو هي مين وتعرفه منين أصلا. وبتظهر أختها التوأم وبنعرف إنهم خالاته الساحرات، وكانوا بيدوروا عليه طول السنين اللي فاتت دي كلها لأن جده بعتهم علشان ياخدوا عينه التانية لأنه محتاجها. فبيترعب كوبو وبيجري على ساحة المدينة على أمل إن حد يساعده، لكن الساحرات بيدمروا المدينة وبيقع كوبو. وقبل ما تمسكه الساحرات بتوصل مامته وبتقدر إنها تبعد إخواتها عنه وبتقوله يروح بسرعة ويدور على الثلاث قطع واللي هيكون بيهم الدرع. وبنعرف إن هو ده السبيل الوحيد لحمايته. وبتستخدم الأم سحرها وبتخرج لكوبو أجنحة من هدومه وبتضحي بنفسها علشان تهرب ابنها وتحميه. وتاني يوم بيفوق كوبو وبيلاقي نفسه في أرض جليدية وهو بيلاقي قدامه قردة بتتكلم، وبتقول لكوبو إن مفيش وقت للاندهاش دلوقتي وإنهم لازم يستخبوا. وبتاخده وبتروح لكهف وهناك بتولع نار علشان يتدفوا. وبتقول لكوبو إن مسموح له إنه يسألها 3 أسئلة بس. وبيسألها كوبو هي مين، وبتعرفه القردة إنها هي نفسها الدمية الخشبية اللي مامته كانت عطياها له قبل كده. وبيقول لها كوبو إن الدمية كانت خشب وصغيرة جدًا، إزاي بقت كبيرة وحقيقية كده؟ فبتعرفه القردة إن مامته قبل ما تموت استخدمت سحرها وحولتها للشكل اللي هي عليه دلوقتي، وده علشان تساعده يلاقي الدرع اللي هيحميه من جده وخالاته. وأثناء كلامهم بيلاقي كوبو شعر لمامته على كمه، فبتاخدها القردة وبتعملها إسورة وبتلبسها له وبتقول له إنه لازم يحافظ عليها. وتاني يوم بتصحي القردة كوبو من النوم وبتقول له إنه هو نايم كان بيتكلم مع باباه وإن في ورقة من أوراقه السحرية خرجت من شنطته واتجسمت على صورة الجندي بيتحرك واللي بيشاور لكوبو على الطريق اللي المفروض يمشي فيه. وبياخد كوبو الجندي والقردة وبيمشوا سوا في الطريق، لكن بيكون في حد بيراقبهم وبيخطف الحد ده كوبو. وبتحاول القردة إنها تحصلهم لغاية ما بيوصلوا لكهف سري، وقبل ما تهجم القردة عليهم بيوقفها كوبو وبيقول لها إن الجندي ده ما كانش عايز يأذيهم ولا حاجة، وإن كل الحكاية إنه كان عايز الجندي الصغير اللي معاهم. وبيحكي لها كوبو إن الجندي ده كان فارس شجاع زمان وإنه اتلعن وبقى على شكل صرصار وإنه مش فاكر أي حاجة من حياته السابقة. وبيسأل الجندي كوبو عن العلامة اللي على هدومه لأن هو كمان الوشاح بتاعه واللي أخده عن القائد بتاعه عليه نفس العلامة، فبتعرفه القردة إن القائد بتاعه هو نفس والد كوبو. فبيفرح جدا الجندي وبينحني لكوبو وبيقوله إنه من دلوقتي يعتبره الخادم الأمين. وبتبقى القردة في البداية مش واثقة في الجندي، لكنه بيستعرض مهاراته وبيقول لها إنهم أكيد هيحتاجوا حد يحميهم. وفعلا بيكملوا سوا طريقهم وده حسب إرشادات الجندي الصغير، لكنهم بيقعوا جوه كهف سري وبيلاقوا جواه سيف. وبتخاف القردة لا يكون ده فخ فبيروح الجندي وبياخد هو السيف، لكن وقتها بيظهر وحش ضخم وبيبدأ يطاردهم. وبتاخد القردة السيف وبتضرب به الوحش، لكن السيف بيتكسر فبتتأكد القردة إن ده مش السيف السحري اللي بيدوروا عليه. وبنلاقي إن السيف السحري موجود على راس الوحش، وبيمسك الوحش القردة وبيحاول إنه يموتها. ووقتها بيكتشف الجندي إنه يقدر يطير وبيحاول إنه ينقذ القردة، لكن الوحش بيمسكه هو كمان. وأثناء انشغال الوحش بيقدر كوبو إنه يوصل لراسه وبياخد السيف السحري، ووقتها بينهار الوحش وبيتدمر. وبتوصل المجموعة لبحيرة وبيتخانق الجندي مع القردة على الطريقة اللي هيعدوا بيها البحيرة. وفي الأثناء دي بيستخدم كوبو الجيتار بتاعه وأوراقه السحرية وبيبني مركب علشان يعدوا بيها.
وأثناء ما بيعدوا البحيرة بيلاقوا تحت المية القطعة التانية من الدرع وهي الصدرية، وبتبقى عبارة عن قطع معدن بيلبسها المقاتل علشان تحميه. وبيقرر الجندي إن هو اللي هينزل ويجيبها من المية، لكن كوبو بيعترض لأن مامته كانت حكيله زمان عن البحيرة دي وإن فيها عيون كتير بمجرد ما بتبصلهم بيسحروك وبيمنعوك إنك تخرج من المية مرة تانية. لكن الجندي بيطمنه إنه هينزل ومش هيبص ناحية أي عين موجودة تحت. وفعلا بينزل الجندي لكن بيتأخر جدا والدنيا بتليل وبيهيج البحر وبيضرب الموج العالي المركب. وبيقول كوبو للقردة إنه لازم ينزل للبحر وينقذ الجندي لأنه أكيد دلوقتي محتاج للمساعدة. ورغم اعتراض القردة لكن كوبو بينط في البحر وبتنط وراه القردة علشان تحميه، لكن بتمنعها واحدة من خالات كوبو. وبنشوف كوبو تحت المية وفعلا بيلاقي الجزء التاني من الدرع وبيلبسه، لكن بتظهر له العيون واللي بتمنعه من الخروج. ووقتها بتبدأ المركب إنها تتدمر وبتحاول القردة إنها تتخلص من الساحرة علشان تنقذ كوبو، لكن مش بتعرف. وفي الأثناء دي بيخرج الجندي من المية وفعلا بيقدر إنه يساعد القردة وبيسيطروا على الساحرة. وبتهزم القردة الساحرة بالسيف السحري اللي معاها. وبينزل الجندي للمية وبينقذ كوبو وبيرجع بيه للشط وبتتكون المركب مرة تانية. وبعد ما بيفوق كوبو بيحكي لهم إنه أثناء ما كان في البحيرة شاف رؤية وعرف منها إن القردة تبقى مامته، لكن القردة بتقوله إنها مش مامته ولا حاجة، لكن هي تقدر تحكي له قصة مامته. وبتقول القردة إن مامته أثناء ما كانت رايحة مع إخواتها علشان تحارب هانزو وصلت هي للمعبد الأول، وإنها هي وهانزو وقعوا في حب بعض من أول نظرة وقرروا إنهم يتجوزوا وبيخلفوا ابنهم الوحيد كوبو. وبتعرفوا القردة إن جده مش بيكرهه زي ما هو مفكر، وإن كل الحكاية إنه مش عايزه يحب ولا يتعاطف مع أي بشري، وإنه عايزه يكون قوي وشجاع لأنه هيبقى الوريث الوحيد من مملكة القمر من بعده. وبينام بعدها كوبو. ووقتها بيسأل الجندي القردة هي ليه ما قالتش لكوبو على الحقيقة وإنها فعلا مامته. وبتعرفوا القردة إن مفعول سحرها هينتهي بعد فترة من الزمن، وإنها مش عايزة كوبو يتعلق بوجودها. وبيحلم كوبو بجد ملك القمر واللي بيقوله على مكان القلعة بتاعت باباه، وبيعرفوا إن القطعة التالتة من الدرع واللي بتبقى عبارة عن خوذة موجودة هناك. وبيصحى كوبو من النوم وبياخد القردة والجندي للطريق اللي شافه في الحلم لغاية ما فعلا بيوصلوا للقلعة. وبيبدأ كل واحد منهم إنه يدور على الخوذة في مكان مختلف. وبتلاقي القردة ورقة مرسوم فيها المكان الحقيقي للخوذة وبتتأكد إن ده مجرد فخ. وبتحاول إنها تلحق كوبو لكن بيكون الوقت اتأخر. وبتظهر واحدة من خالات كوبو الساحرة وبتحبسه. وبتعرفهم الساحرة إن الجندي ده هو نفس والد كوبو وإنها لعنته زمان وخلته ينسى كل حياته السابقة. وبتحاول خالة كوبو إنها تاخد عينه التانية لكن بيقدر كوبو إنه يبعدها عنه. وبتحاول القردة إنها تحمي كوبو وبتضرب أختها لكنها بتتصاب إصابة شديدة. وبيدافع الجندي عن القردة وابنه كوبو بس بتظهر من وراه الساحرة وبتطعنه وبيموت الجندي. وبتموت القردة هي كمان بسبب إصابتها وبينتهي سحرها وبترجع لشكل تمثال الخشب اللي كانت عليه من الأول. وبيلاقي كوبو معاها ورقة مرسوم فيها مكان الخوذة واللي بيبقى عند جرس المدينة، فبيروح كوبو على هناك وبيلبس الخوذة. ووقتها بيظهر له جد ملك القمر وبيحاول إنه يقنع حفيده علشان يسلمه عينه التانية، وإنه وقتها هيورث مملكة القمر دي كلها لوحده وهيبقى هو الملك. لكن كوبو بيرفض يستسلم لجده، ووقتها بيتحول الجد لوحش ضخم وبيحاول إنه يقتل كوبو واللي بيفتكر شعرة مامته اللي القردة قالت له يحافظ عليها مهما حصل. وبياخد كوبو الشعرة وبيعمل منها وتر لجيتاره السحري وبيقدر بيها إنه يستدعي كل الأرواح الطيبة في المدينة. وبتحمي الأرواح كوبو وبيعملوا حواليه درع بيفشل الجد في اختراقه. وبتقدر الأرواح أخيرا إنهم يسيطروا على روح الجد الشريرة وبيقضوا عليها. وبيرجع الجد لشكله البشري مرة تانية لكن مش بيكون فاكر أي حاجة من اللي حصلت. وبتبدأ الناس في المدينة يحكوا للجد قد إيه هو شخص طيب وبيساعد اللي حواليه، وبيعرفوه على حفيده وراوي قصص كوبو واللي بيبقى كأنه أول مرة يشوفه. وبيعيش الجد مع حفيده حياة جديدة وبينتهي الفيلم.